اكيد في يوم من الايام وانت قاعد على السرير ومشغل دماغك في الاوفر ثينكينج وعمال تسال نفسك اسئله كونيه مالهاش اي علاقه اساسا بحياتك اللي انت فيها دي، جاء في دماغك سؤال مهم جدا: هل النصاب بيتولد فعلا كنصاب وبينزل من بطن والدته نصاب بالفطره، ولا في اسباب وعوامل جانبيه تانية هي اللي بتحوله من مواطن عادي لنصاب؟ فيلم النهارده جاي يجاوب لنا على السؤال ده. فيلم النهارده هو فيلم البيضه والحجر. فيلم البيضه والحجر من كتابه محمود ابو زيد ومن اخراج علي عبد الخالق، ونقدر نقول عليه هو اخر فيلم من افلام الرباعيه الاخلاقيه للاثنين مع بعضيهم. الرباعيه الاخلاقيه اللي ابتدت بفيلم العار، وبعد كده عدت على فيلم الكيف، وصلنا بيها لفيلم جري الوحوش، واخرها كان فيلم البيضه والحجر. فيلم البيضه والحجر لو انت فاكر ان هو بيتمحور حوالين فكره الدجال والشعوذه، وان الناس ماشيه وراه وانه بيحقق مكاسب ماليه، وان انسان كان طبيعي يتحول لطريق النصب وبينصب على الناس، احب اقول لك انك محتاج تبص على الفيلم ده بنظره اوسع من كده بكتير، لان الفيلم بيناقش قضايا مهمه جدا زي الجهل والفقر، وان هم ازاي بيأثروا على الانسان وبيخلوه يتخذ قرارات ممكن تغير مصير حياته كلها. ده بجانب طبعا ان هو بيجاوب على السؤال بتاعنا اللي عايزك تفضل فاكره طول ما احنا في الحلقه، وهو هل النصاب بيتولد كده ولا في عوامل تانية هي اللي بتحوله؟ نخش على الفيلم وهو بيبتدي من غير ما يمهد لك اي حاجه وبيخش في الموضوع على طول، والفكره ان الفيلم هنا بيصدمك على طول بالفكره اللي هو جاي بيها، المواجهه ما بين العلم والجهل. الجهل المتمثل في سكان العماره اللي واقفين ومش عايزين صاحب العماره يهد غرفه كان بيسكن فيها احد الدجالين اللي بينصبوا على الناس. صاحب العماره هنا بيمثل العلم والمعرفه والثقافه، ومحاربه الجهل المتمثل في سكان العماره اللي خايفين من ان الاوضه تتفتح ويخرج منها عفاريت او تسبب لهم اي مشاكل. والصراع هنا مش ما بين كل سكان العماره وما بين صاحب العماره، لا، الصراع متمثل ما بين قمر اللي بتصدق جدا فكره الارواح وفكره الاعمال قدام صاحب العماره اللي هيفتح الاوضه، يعني هيفتحها، وفعلا بتيجي الشرطه وبيفتح صاحب العماره الغرفه، ولكن بينزل تراب على عينه وبيسبب له مشاكل في عينه، وده شيء بيخلي سكان العماره واصحاب العماره يصدقوا فعلا في ان الغرفه دي فيها حاجه ما ينفعش اي حد تاني يسكن فيها. لكن ده ما بيوصلش للسكان، ولكن بيوصل لك انت ان فعلا ممكن يكون في حاجه في الغرفه دي. والفكره هنا بقى اللي كل اللي حصل ده قبل ما نخش على التتر على طول اسمه في السينما الهوك، المشاهد اللي انا بجذبك بيها قبل بدايه الفيلم وبتحصل قبل التتر. وعشان اكون صريح معاك، فيلم البيضه والحجر واحد من الافلام القليله اللي موجوده قبل بدايه الالفيه الجديده اللي هي يعني قبل سنه 2000، اللي عملت فكره الهوك وان ازاي اخطفك قبل ما ابدا في التتر واخليك تكمل الفيلم للاخر. والهوك هنا فعلا خلتني اكمل الفيلم واقرر ان انا اتفرج عليه، عشان نخش بعديها على طول في التتر، واللي هو واحد من اهم عوامل نجاح الفيلم ده بالنسبه لي في ان هو يجذبك عشان تتفرج عليه. التتر بتاعنا هنا بيبتدي بطل العمل وهو بيتمشى في الشارع وسط السكان بصوره طبيعيه جدا. البطل ده اللي هو احمد زكي في دور مستطاع الطعزي، واهم شيء في التتر بالنسبه لي هو ان بيخلي المشاهد يلتحم هو والعمل مع بعضيهم، وبيخليك تحس بالالفه بانك شايف حاجه بتشوفها كل يوم. يعني بص كده على السكان اللي قدامك دول، هتحس ان انت قدام ناس بتشوفهم عادي طول اليوم. بص على احمد زكي وهو بيتمشى ما بين العربيات عادي والناس حتى بص عليه، اعمل كده فريز للفريم بتاعك وهتشوف الراجل بيبص عليه عادي وهو مبتسم. بتشوف وسط البلد والمحلات والناس ماشيين وست شايله الخضار قدامك عادي جدا، في مشاهد بتشوفها كل يوم وانت في الشارع. وعايز اقول لك ان التترات دي كلها مش من كتابه ملحن او مؤلف اغاني، لا، دي من كتابه مؤلف العمل وهو محمود ابو زيد، وكل الاغاني الموجوده دي غناء احمد زكي. يعني ما جبناش مغني مشهور ولا يغنيها عشان الاغنيه تشيل الفيلم، لا، احنا جبنا الممثل عادي هو اللي بيغنيها واعتمدنا على فكره الاغنيه ذات نفسها. والاغنيه كمان ما بعدتش عن الفيلم، دي بيكلمك في صميم العمل لما احمد زكي بدا فيها وبيقول لك: جابوا الخبر من على الشجر، جابوا الخبر من على الشجر، الدنيا دي فيها العبر. ايوه، كلمات الاغنيه بتبين لك العمل ومش بعيده عنه تماما. يعني جابوا الخبر من على الشجر دي مش كلمه عاديه كده، اكيد ليها مدلول في الفيلم، وهو مدلول ان الناس بتجيب اخبار من اي مكان عادي من غير ما يكونوا عارفين اصلا مصدرها او مكانها ويصدقوها. وبعد كده بقى ان الدنيا دي ليها العجب وفيها الفقير اللي بيقاتل وبيكسر في الصخور عشان يقدر ان هو يعيش، وفي واحد تاني بيلعب بالبيضه والحجر وبيكسب مكاسب غير مشروعه بعض الاوقات وبيجيب فلوس كتيره جدا من حاجه كلها هلس وكلها هيصه كده وخلاص. بتقدر نتعرف على الابطال مستطاع الطعزي بافكاره وعقيدته ان هو يقدر يتخلى عن اي حاجه ما دام غليت عنه، وانه يسكن في مكان فوق سطوح عادي جدا عنده، وهو مدرس بيحاول يقنع تلاميذه بانك ممكن تعيش باقل امكانياتك عادي، وانك تتخلى عن كل حاجه بسبب ان فلوسك تخلص، انك تتخلى عن الاكل في بعض الاوقات وتاكل على قد طاقتك ما تاكلش كتير جدا. وده يبان اكتر في المواجهه ما بينه وما بين عمال الكانتين وهو في المدرسه. وعلى نقيض تمام بقى ورغم الصداقه ما بين احمد زكي في الفيلم اللي هو مستطاع الطعزي وتوالي ممدوح وافي، الا ان التوالي بالنسبه له عادي جدا انك تعمل اي حاجه في مقابل انك تجيب فلوس، وده يبان لك في الكلام اللي هو قاله وهو نازل من الشقه، كلام رغم ان هو عجيب وممكن ما تفهموش انت، الا ان هو بيدل ان المبدا عند توالي هو انك تجيب فلوس وخلاص باي شكل من الاشكال. يطلع بعد كده مستطاع الطعزي على الاوضه اللي يسكن فيها ويحاول سباطه واللي هو بواب العماره ان هو يبعدوا عنها ويخوفوا منها، عشان ما دام الاوضه مقفوله فهو منتفع منها، وهم دول الطرف الثالث عندنا وهم الناس المكتسبين من السمعه دي. واخر طرف عندنا واهم طرف هم سكان السطوح قمر والست اللي موجوده معاها وخوفهم الكبير جدا من الاوضه. بيعرفوا بعد كده ابو زيد على المنتفعين
المصارعين واللي هم سوباتا وكاودا اللي بيحاولوا يطفشوا المستطاع من الاوضه بان هم بينفخوا الدم في الحوض عشان يخاف ويمشي، او يحطوا له قطه سودا عشان برضه يسيب الاوضه باسرع وقت ممكن ويفضلوا هم ينتفعوا ويكسبوا منها. وهنا محمود ابو زيد بيعدل لك اللي حصل في الاول، وهو خوف مستطاع في البدايه انها بعد كده بقدرته على ان هو يكتشف نصبهم عليه وان هو مبقاش بيخاف فيقعد في الاوضه دايما خلاص. كل ده مستطاع الطعزي لسه ما دخلش عالم الدجل او عالم النصب زي ما بيقولوا كده، ولسه ما جاتلوش الحاجه اللي هتدخله، والحاجه دي يا ست الغلبانه اللي كانت بتدور على الراجل اللي كان ساكن مكان مستطاع الطعزي عشان يحل مشكله ابنها مع مراته. بيكون سوباتا كودا ان هم يطلعوا الست دي ليه عشان يشوفوا هل هو فعلا خطر عليهم وهيأذيهم ولا هم هيستمروا في النصب اللي هم بيعملوه على سكان العماره. ودي بقى كانت اول خطوه في دخول مستطاع الطعزي لعالم الدجل والشعوذه. والفكره هنا بتبين لك ان الست خوفها كبير جدا على ابنها، والجهل مخليها مش شايفه حاجه قدامها نهائيا، وانها ممكن تروح للدكتور عشان يحل الموقف ما بين ابنها وما بين مراته، الا انها اختارت فكره الدجل وشايفه ان ابنها مربوط ولازم تجيب دجال عشان يفك هو الحكايه دي. ولان المستطاع الطعزي متمسك بالعلم ومعرفه ولان الولايه صعبت عليه فقرر ان هو هيساعدها ولكن بطريقته هو. يطلع بعد كده مستطاع على بيتهم عشان يحاول يحل المشكله ما بين الراجل ومراته. وعايزك تبص على اللوكيشن هنا، اللوكيشن باين لك قد ايه الفقر والجهل اللي هم عايشين فيه، وقد ايه الفقر والجهل دول بيأثروا على عقلهم بصوره مخليهم مش عارفين يفكروا بان المشكله دي ممكن يحلها دكتور، وان الجهل والفقر دول عاملين لو وجدوا في اي مكان بيأثروا على الشخص وبيخلوه يحط عقله على جنب ويفكر في اي حاجه تانية بعيده عن العقل عشان يحل المشاكل اللي هو بيقع فيها. والمشاهد اللي قدامك دي مش مشاهد معموله كده وخلاص يعني تكمله عدد، لا، علي عبد الخالق هنا باين لك ان الدجال ما عملش اي حاجه غير ان هو حاطط على المشكله. مستطاع الطعزي ما عملش حاجه غير ان هو كلمه ازاي يعامل مراته بصوره كويسه، وحاول يخش له بصوره طبيعيه بالعلم والدراسه بانه ازاي يعامل مراته بعد الفتور اللي صار علاقتهم، الفتور اللي ممكن يدمر اي علاقه. وكمان حط مكياج بس على مراته وخلاها جميله في عينيه، مكياج عزيزتي المشاهده لو انت عملتيه عند كوافير ليلى اللي موجود عند داخل الشارع هتبقى حلوه جدا في عينيه، وانا بعتذر عن الكلام ده. ولان وزير مش عايزك تكون ماشي معانا كده وخلاص من غير ما تكون فاهم، فدايما تلاقيه بيعمل حوار ما بين احمد زكي وما بين ممدوح وافي. وهنا بقى انت بتفهم ازاي احمد زكي قدر يحل المشكله دي بالفكر والثقافه والعلم اللي هو اتعلمهم بانه هو مدرس فلسفه، ولكن على الطريقه الشعبيه اللي هم بيعتقدوا فيها، وبيحاول يفهم ممدوح وافي. هو ممدوح وافي هنا هو انت اللي مش فاهم هو ازاي حل المشكله دي، واحمد زكي بيحاول يفهمك. ولان الفقر هي الحاجه اللي بتدفع اي انسان اللي هو ياخد قرارات ممكن تكون بعيده جدا عن شخصيته وبعيده جدا عن معتقداته، فالفقر بيسيب مستطاع الطعزي عن طريق ان هو بيتفصل من الشغل وبيتحول للتحقيق بسبب افكاره اللي بيحاول ينقلها لطلابه. وبتيجي لحظه النور بالنسبه له اللي هو ساعد بيها الست الغلبانه، اللحظه اللي هي بتخليه نوعا ما يتنازل عن افكاره ويحاول يساعد الناس اللي هم معتقدين في الكلام دوت، اللحظه اللي بتخليه يتنازل سنه عن معتقداته ويحاول ان هو يساعد بعد كده قمر اللي عايزه تتجوز ومش عارفه بسبب ان هي حاطه دماغها في فكره ان هي معمول لها عمل. وبص على المشهد دوت بصوره اعمق، ومستطاع الطعزي بيحاول ان هو يقنع قمر ان هي جميله وان هي مش محتاجه ان يتعمل لها عمل او اي حاجه، وانها بس لو حاولت تعامل الناس بصوره كويسه هيجي لها جوز واثنين وثلاثه. لكن لان الجهل اللي متعشش في دماغها شايفه ان هي معمول لها عمل على نمله، فقرر ان هو يجاريها، يجاري الشخص الجاهل اللي هو مقتنع بشيء واحد بس، انه لازم يتفك العمل بتاعه على ايدك عشان الموضوع يتحل ويجي لها عريس. واعمل فريز فريم تاني هنا على عين احمد زكي وهي بتبرق وعلى عين معالي زايد. وبصوا يا جماعه تعبيرات الوش، لان فعليا انا مش متخيل ان في 2 ممثلين يقدروا يعملوا الدور دوت زي احمد زكي ومعالي زايد. وهنا بقى عايز ارجع بالكلام معاك لنقطه تانية مهمه جدا، وهي نقطه اللوكيشن اللي احنا بنصور فيه. اللوكيشن اللي بيتصور في الفيلم دوت فوق سطوح في عماره موجوده في ميدان التحرير، وزي ما انت شايف وراك كده موجود المتحف المصري. لوكيشن فعليا من اروع اللوكيشنات اللي ممكن تفتكرها في حياتك في السينما، رغم البساطه اللي فيه الا ان هو مليان تفاصيل كتيره جدا. اللومد النيون اللي موجوده ورا اللي بتنور في الاعلانات، وميدان التحرير بكل عربياته، مدي تفاصيل قويه جدا للعمل ومحسسك ان انت في قلب مصر. لوكيشن بقى مش موجود في المهندسين ولا في التجمع الخامس في فيلا بيتصور فيها كل الاعمال السينمائيه، لا، لوكيشن عادي موجود على الارض ومش مبني داخل نت الانتاج الاعلامي، وفي نفس الوقت بيخدم القصه اللي احنا بنتكلم فيها. اتمنى صناع الاعمال السينمائيه اللي موجودين دلوقتي يفكروا في اللوكيشنات اللي هم بيصوروا فيها. وبعد ما مستطاع الطعزي ما كان بيحاول ان هو يساعد الناس الغلابه اللي هم متمثلين في قمر والست الغلبانه في ان هم يحلوا مشاكلهم بدون اي مقابل، جاء دلوقتي بقى اللعب على كبير شويه وتحول مستطاع الطعزي لدجال ونصاب فعليا. زي ما قلت لك الفقر والحوج والعوز بيخلي اي انسان ممكن يغير معتقداته ويتحول في الفكر بتاعه لفكر مختلف تماما انت ممكن عمرك ما تتخيله عنه. وبيجي في نص العمل تقريبا اهم جمله قالها احمد زكي في العمل ده كله، وهي: مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ انت اتجننت؟
ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. ورغم ان الجمله برضو ما تبانلكش مفهومه الا ان هي بتبين لك الواقع فعلا. لو متعلم اتحول لشخص مجرم هتلاقي مجرم مختلف تماما، مجرم مش عادي وصعب انك توصل ليه. وبعد كل اللي انت شفته معايا لغايه دلوقتي اكيد جات لك اجابه السؤال اللي احنا سالناه في اول الحلقه، وهو ان السبب الفعلي في ان اي انسان بيتحول لحرامي او نصاب هو المجتمع. المجتمع هو القادر على انه يحول اي واحد في العالم دوت لنصاب. المجتمع المتمثل في قمر اللي جالها عريس وخدها وبعد كده ما شفتهاش خالص في الفيلم الا في النهايه. المجتمع برضه متمثل في شويه ستات عندهم مشاكل، مجرد انك بتعمم الامور بس هم بيفتكروا ان الموضوع ده عليهم. المجتمع برضه متمثل في حرامي شايف ان هو لابس حجاب ممكن ما يتقبضش عليه. والمجتمع برضه متمثل في رجل اعمال لو جبت عنه شويه معلومات واتكلمت عن المعلومات دي بصوره عامه مش خاصه عنه هيشوف ان الموضوع ده متجه ليه هو وهيقرر انه يعترف لك بكل حاجه. هو المجتمع دايما اللي بيساعد اي شخص انه يتحول لمجرم او نصاب. كل ده هو اللعب على صغير، وجات المواجهه ما بين الرجل القديم اللي كان ساكن المكان واللي هو سباخ واحمد زكي. والفكره هنا برضه تبين لك ازاي نصاب عنده علم قدر يتغلب على نصاب ما عندوش اي فكر، وان ازاي الخوف ممكن ياثر على البني ادمين لدرجه ان هو ممكن يشل عقلهم. رغم ان الخبره اكتر عند سباخ الا ان العلم والمعرفه موجودين عند مستطاع قدر ان هو يتغلب بيهم على سباخ. وبرضه حوار تاني ما بين توالي ومستطاع عشان يفهمك الموضوع اكتر واكتر. قلت لك محمود ابو زيد مش عايزك تكون واحد ماشي وخلاص في الحكايه من غير ما تكون فاهم اي حاجه، لا هو بيفهمك كل شيء في كل لحظه. وبعد انتصار مستطاع على سباخ هنا بقى بنشوف تحول احمد زكي تماما للشخصيه الجديده وهي صاحب الكرامه. التحول هنا بيجي عن طريق حلاقه الشنب وازاي الكاميرا مركزه عليه، وعن تسريحه الشعر الجديده، وعن تحول في الملابس بتاعته واختلاف تمام في الطريقه اللي هو بيتعامل بيها. وبرده اغنيه محمود ابو زيد اللي اكيد انت دندنت بيها وانت واقف في احد الاماكن وعمرك ما نسيتها. وكل ده قسم مستطاع عمال تتنقل من صعود لصعود لصعود لغايه ما وصل لقمه الجبل. ودلوقتي بقى الميعاد على ايه؟ ايوه زي ما انت عارف الميعاد على السقوط. والسقوط هنا كان متمثل في حاجتين. اول حاجه هي الحقيقه اللي واجهته بيها قمر وهي راجعه بعد ما اتجوزت الخواجه، وتقول له حقيقه اي شخص موجود بيدعي حاجات مش حقيقيه ومش صادق مع نفسه او مع الغير، عشان يتواجه مستطاع مع ضميره بعد ما غير جلده وشكله. وبص على نظرات احمد زكي، ممثل اسطوري يا جماعه. اما الشيء التاني في الهبوط بقى وهو اتهامه من شخص عنده نفوذ في المجتمع بان هو حاول يأذي بنته. وهنا بقى مستطاع الطعزي خلاص وصل لنقطه الاعتراف على نفسه بانه دجال وانه بينصب على الناس وان هو مش صاحب كرامه ولا حاجه، وان المجتمع هو اللي ساعده يوصل للنقطه دي. وهي دي الاجابه على السؤال اللي انا سالته لك في الاول. المجتمع هنا بيتمثل لك تاني في وكيل النيابه اللي بيصر ان هو صاحب كرامه واللي بيشوف حظه اليوم في الجرنان زي ما انت كمان ممكن تكون بتشوفه. ورغم اعتراف مستطاع الطعزي على نفسه بان هو دجال ان هو شايف لا انك صاحب كرامه وبيحاول يقنعه بكده كمان. المجتمع هو اللي عايزك تكون مجرم وتكون نصاب. ويرجع تاني مستطاع ويقول له الجمله الشهيره واللي هي كله في الهجايز صدقني، ويحاول يقنعه بان الجهل والفقر والضعف هما بيحاولوا اي بني ادم في انه يصدق في حاجات مش موجوده، وانه يحاول ان هو يتمسك بالامل في اي شيء تاني غير عقله وفهمه وثقافته. دي حتى مدير الامن نفسه بعد ما اعترف مستطاع على نفسه شايف برضه ان هو صاحب كرامه. قلت لك المجتمع هو اللي بيصنع النصاب مش النصاب اللي بيصنع نفسه. ولان النهايه عبقريه من عبد الخالق جاب لك برضه ان في فئه من المجتمع مش مصدقين في الكلام ده وشايفين ان هو نصاب وحرامي هيفضلوا وراه لغايه ما يجيبوه، وهي دي طبيعه الحياه. في النهايه رايي انا ان البيضه والحجر واحد من افضل الافلام اللي قدمها احمد زكي في كل تاريخه، وكمان واحد من اقوى الافلام اللي جت في تاريخ مصر اللي بتبحث فكره الاخلاق او العلم في مواجهه الجهل والفقر. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتك وقول لي انت ايه رايك في فيلم البيضه والحجر في الكومنت، واعمل بقى لايك وشير الحلقه دي الناس اللي بتحب السينما زينا، واستناني في حلقه جديده. سلام.